اهم حاجه البطروخ اللي داخل القروصايه. اول حاجه بقشرها بالطريقه الحلوه دي كده واشيل منها الزعانف لو عايز، وبعد ما اقشرها تقشير كامل كده من عند الديل ومن البطن ومن الجنب من الضم من كل مكان تتقشر بشكل حلو كده. خلي بالي بقى في الطريقه الحلوه اللي جايه دي، وانا بفتح البطن ما ادخلش السكينه يم جوه عشان احافظ على البطروخ ما اهريهوش، واسحب السكينه بتاعت لبره وافتحها بالطريقه الحلوه دي عشان نضمن ان البطروخ يطلع سليم ما يتهريش معايا، عشان هنشوحه برده بالزبده او نشويه مع السمكيه. وترى هتعملها ايه يا عم رضا؟ تعالوا مع بعض نقول الحكايه حلوه ونبدا بذكر الله وصلاه للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. سمك القاروص يا جماعه لما يبقى جواه بطروخ يتعمل افضل رده مقفول او زيت وليمون مقفول او اي حاجه مقفوله. المهم يا جماعه ما ننضفوش ونسيب فيه السمين ونسيب فيه البطروخ. ولكن النهارده احنا هنعمله مشوي زيت وليمون على الجريل مفتوح بالطريقه الحلوه دي كده. فتحناه وقشرناه، هنغسله بالفرشه تحت الحنفيه كويس، وبعد ما انضف السمكيه بتاعتي هروح على البطروخ في عرق كده بيبقى في الجنب هشيله عشان ما يطلعش البطروخ بتاعي ممرر، واخد السمكيه اشرحها بقى. ولازم نعرف ان القاروص حلو قوي في الرده، حلو جدا في الزيت وليمون، حلو برضه في السنجاري، ورائع في الشوربه، وهايل في المقلي. القاروص سمكه حلوه مغذيه وسهله طريقتها وكل الناس بتحبها. عملناها قبل كده بطرق وان شاء الله لها طرق جديده حلوه هنقدمها في الايام القادمه. التشريحه بتبقى بالطول او 3 كده بالعرض، ويا خساره على الايه، على فتح السمكيه لما تبقى مبطرخه. انا مش مع اي حد يفتح السمك يا جماعه المبطرخ بالذات. وبعد كده بقى هنحط التتبيله جواها اللي هي الكرفس مع الميكس خضره مع الفلفل الاخضر وشويه سبايسي مع زيت زيتون وشويه توم وملح وكمون وفلفل اسمر، وحطها بقى على الجريلا كده مع نفسها. سخنت الجريلا وحط البطروخ جنبها. لما تاخد اللون الحلو ده كده هقلبها واروح اوري لكم الجمبري والصوص بتاع الزيت والليمون الحلو. بص كده على المنظر. لما تستوي مع حضراتكم ممكن ملح كمون فلفل اسمر وشويه ليمون كده في الاخر تبقى حلوه قوي. عايزين صوص يا شيف هتحط بقى معاها الصوص الحلو ده كده شويه زبده، هنحمر التوم، هننزل عليه بالليمون وشويه شبت وبقدونس وكزبره برضه وفلفل الوان، حطه مع الصوص وملحه بالملح والكمون والفلفل الاسمر واديلها بقى على كده تطلع حلوه قوي. يا سلام لو فيه زيت زيتون مع القيمه الحلوه اللي احنا عملناها في التتبيله تبقى تحفه. هنا بقى طريقتها بالوايت صوص، صينيه بالصوص الابيض كده مع شويه مكرونه وشويه بطاطس، شكلها حلو قوي. دي قروصايه نفس التانيه برضه بس دي كبيره شويه. بص قرب، الله يا سلام على الجمال، شكلها حلو قوي وطعمها احلى يا جماعه. شايفين القاروص بيتعمل كل حاجه ازاي؟ ممكن في الصينيه بالصوص الاحمر حلو مع الزيت وليمون على الفحم. بص 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 يا سلام، والله عايز اقول الله يا سلام على الجمال، مع طعم وريحه الصوص ده كده على الجريلا ياخدك في حته تانية يا جماعه. فين البطروخ؟ شايفين انا حطيت عليه ايه؟ الزبده بتاعته والصوص الحلو كده الكريمي على البطروخ. تعالوا مع بعض بقى نجرنش السرفيس بتاعنا. شايفين المنظر؟ فلفل حامي اهو، خدت الصوص وجواها تتبيله واستوت على نار هاديه وفص اللحمه ابيض. هات لي رز وتعالى يا باشا نشارك الفيديو ده انا وانت كده للغير، ونحط لايك وتعليق جميل، ونختم اللقاء دايما بعصرة ليمونة كده وشوية خضرة برضه وشوية خضار مشوي مغذي جدا يا جماعة. الخضار المشوي ده هات كوسة وفلفل الوان مع بصل مع جزر وشوي وحط مع السمك هيبقى تحفة. الى ان اراكم دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.